واحد بيحكي وبيقول كنت بدعي ربنا دايما ان ربنا يجمعني بالانسانه اللي بحبها. كنت بدعي ربنا كل ثانيه انها لو مش خير ليا يجمعني بيها برضه. وبرغم ان الموضوع اتقفل من كذا اتجاه ومن كذا باب الا ان كنت بصلح وبعافر وبرضه فضلت ادعي وكاني واخدها عند. وفي الاخر ربنا حقق لي الدعوه وكانه بيقول لي لعبدي ما شاء. وعرفت ان مش هي دي الصح ومش هي الخير ومش هو النصيب اللي كنت بتمناه. وعرفت اني لو كنت سمعت كلام ربنا من الاول ما كانش حصل لي كل اللي حصل لي ده. والموضوع انتهى وربنا نزل على قلبي هدوء ورضا عمري ما كنت اتوقعه. التجربه دي شخصيه جدا بس اللي عايز اقوله لاي حد بيسمعني ما تعاندش. ولما ربنا يديلك اشاره ما تغمضش عينك. ولما ربنا يمنع عنك حد ما تتمسكش فيه. لما تحس بحاجه غلط ما تتجاهلش. لما ربنا يرزقك بناس بتحبك وتنصحك لوجه الله ما تطنش. ما تتنازلش عن مستواك وما تقللش من نفسك وما ترخصهاش عشان لو انت بعت نفسك عمر ما حد هيشتريك. ما تحاولش تغير حد لان اللي فيه داء ما بيبطلوش. دوروا دايما على الموده والرحمه اللي ربنا اتكلم عنها. دوروا على اللي هيراعي ربنا فيكم وفي اهلكم وفي بيوتكم وما تتمسكوش في حد اختار يبعد. اتخلصوا من كل العلاقات اللي بتاذيكم صحيا ونفسيا علشان العلاقات والناس بتتعوض لكن الصحه عمرها ما بتتعوض. وخليكم مقتنعين دايما ان اللي فيه الخير هيجي واللي فيه الخير عمر ربنا ما هيبعده عنكم.